النهارده ان شاء الله بنصبح عليك. هنتكلم من خلاله عن الصناعات الحرفيه المصريه القديمه. المصري القديم برع في ايه من هذه الصناعات؟ لنكتشف من خلال هذا اللقاء براعه اجدادنا قدماء المصريين في عدد من الصناعات. هنكتشفه من خلال لقائنا مع الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول. منورنا يا استاذ اسلام. بنورك يا دكتور حازم، وكل سنه وحضراتكم طيب. وحضرتك بخير. وقول لي كده في البدايه، طبعا احنا مش محتاجين نؤكد على براعه المصري القديم في الصناعات والحرف بشكل الحقيقه يعني يدعو للدهشه. يعني كيف في هذا الزمن السحيق، يعني مع عدم توافر، او حسب معلوماتنا يعني عشان نكون اكثر دقه، حسب معلوماتنا عدم توافر التقدم الآلات والمعدات والتقدم العلمي اللي احنا بنعيش فيه هذه الأيام، أن يكون عندنا معجزات بمعنى الكلمة في الحرف والصناعات المصرية. فاحنا مش محتاجين هنا نؤكد على البراعة والحرفية، لكن محتاجين أن احنا نستعرض معاك أهم الصناعات والحرف اللي برع فيها المصري القديم. يعني من أهم الصناعات والحرف وأولى الصناعات اللي برع فيها المصري القديم هي صناعة الفخار. صناعة الفخار، لما الإنسان المصري القديم من قبل التاريخ كان فوق الهضاب، كان فوق الجبال، شاف وادي النيل أرض خصبة، شاف وادي النيل ده طمي، استغل الطمي ده في عمل الأواني الفخارية الخاصة به في حياته اليومية. من هنا بدأت صناعة الفخار والحضارة. وأنا عايز أأكد أن الحضارة هي ابتكار، فالابتكار هو الصناعة. والمصري القديم صدر الصناعات للعالم خارج اليوناني الروماني وحضارات الشرق الأدنى، لكن صناعة الفخار تعتبر من أهم الصناعات في مصر القديمة. بعض الناس تقول الذهب، صناعة المعدن، لكن صناعة الفخار لما بتشوف العلماء قسموها إلى مراحل متعددة. كانت حضارة نقدة 1 2 3 أو حضارة المعادي دي ريتاسا. فده كله فخار يعد مدرسة ومكتبة ثمينة للاستياق لمعلوماتنا واستنادنا العلمي، لأن الفخار ده مين اللي كان بيكتب عليه يا دكتور حازم؟ الفقراء. فالفقراء هم الطبقة الغالبة على الشعب المصري والفلاحين. فنادر جدا البرد. ودي الأخبار اللي وصلت لنا وقدرنا نكون صورة عن حياة المصري القديم من خلال هذه الكتابات والآثار. بالضبط، يعني قصة الحقاق السود أو الهكسوس اللي الناس قبل ما ندخل في التفاصيل اسمح لي أستاذ إسلام، ما الحضارات الأخرى كان فيها فخار برضو؟ يعني هل إنجاز التعبير، يعني هذا الاختراع الفخار المصري كان الأسبق، ولا الإنسان في الحضارات القديمة الحاجة كانت أم الاختراع؟ الحاجة كانت أم الاختراع، ولكن احنا عندنا عوامل قيام الحضارة المصرية دكتور حازم: مناخ، تربة، عامل بشري توفرت، وغيرها طبعا من العوامل الطبيعيه والبشريه. لكن العوامل الطبيعيه، جو مصر احار بطبيعته فحافظ لنا على الفخار. عندنا حضاره العراق القديم طبعا. عندنا كلها طبعا يعني كلها تكتب لكن على الواح من الطين. فالواح الطين بليت من الزمن. لكن يعني مصر القديم كان كانتش فكره الفخار موجود ولا الحجر. احنا صناعتنا من او كتاباتنا حجر. مصر القديم استخدم الحجر في النقش والكتابات. هل كان بيقصد المصري القديم انه عندما يكتب كتاباته ويرسم يعني شكل الحياة من خلال الحروف الهيروغليفية في ذلك الوقت، أو عموما حروف اللغات المتعاقبة، يعني كان بيقصد إن هو يخلدها؟ يعني كان عارف إن الحجر ده هيعيش آلاف السنين إلى ما شاء الله، الفخار كذلك، المعابد، الكلام ده كله استخدام المادة الخام، يعني حتى الأحجار اللي استخدمها مش أي أحجار طبعا. يعني هو أنا عايز أكد أن المصري القديم آمن بفكرة البعث والخلود. البعث والخلود كتب وناقش على الحجر كل ما يتعلق بالعالم الجنائزي، والمقصود بالعالم الجنائزي في علم الآثار أو المصريات هو العالم الآخر. لكن هو عايز يؤمن بفكرة البعث والخلود، ناقشها على الحجر، كتبها على الحجر. عندنا نصوص الأهرام تكست بيراميد في هرم ونيل في سقط. يعني الأساس اللي بنيت عليه الحضارة فيما بعد طبعا النقش على الصخور والأحجار بقى، الجرانيت والحاجات اللي هي عايشة لحد النهاردة. لكن لم تكن هذه هي الصناعات فقط، لكن أعتقد ما وصلنا من أجدادنا قدماء المصريين بيشمل الحياة. كانت الصناعات هي صناعات حياة، وبرع المصري القديم في هذه الصناعات. قل لنا كيف برع المصريون القدماء في صناعات ترتبط بحياتهم والارتقاء بهم وصنع هذه الحضارة اللي بيتحدث عنها العالم آلاف وآلاف السنين إلى أن تزول الأرض. تسلسل يا دكتور حازم، نزل من الوادي، صنع الفخار، بدأ يستقر، يزرع أرضه، عايز يصنع حاجات علشان يصنع يعني يزرع أرضه، يحرث أرضه. صنع الآلة بقى، المحرات. الآلة. المحرات والفؤوس. بعد ما استقر طلعت النبتة من الأرض، صنع منها الخبز، صنع منها الحلوى. احنا عندنا يعني في المتحف المصري عيش، وفي الحلوى من بلح وغيره من عجوة. بعد ذلك أدى إلى صناعات معدنية أخرى واكتشافات معدنية. الصناعات المعدنية دي أدت له لصناعات استراتيجية زي السيوف وزي الخناجر علشان نقدر بها نحمي أرضنا في مصر القديمة. بدأ يبقى في صناعات معدنية على رأسها الصناعات الاستراتيجية، بعد كده الأواني المعدنية. قبل ما نروح لده، لما صنع الفأس وصنع المحرات اللي هي الأدوات والآلات الزراعية،
واتقن بقى في التوقيت ده الدوره الزراعيه بالظبط. وصنع لنفسه العام المصري القديم او السنه المصريه القديمه. يعني السنه دي احنا بنحتفل 12 سبتمبر. السنه اللي بداناها 11 سبتمبر الماضي 6000، السنه المصريه 6267. يعني ما هو ده اختراع رخ. احيي حضرتك يعني على المعلومه ديت، لكن هو فعلا كان بيبدا بشهر توت. قسم السنه المصريه القديمه ببراعته في علم الفلك والفضاء، قسمها الى 360 يوم. بعض الناس يقول لك فين الخمسه؟ تعال نشوف القصه دي سريعا. يعني هو قسم السنه الى 3 فصول: اخت الفيضان، بعد ذلك برت الزرع البذر، بعد ذلك الشمو او شم النسيم اللي احنا بنقول عليه شمو. اللي هو بالظبط اللي هو الحصاد. لكن كل شهر كل فصل كان 4 اشهر و3 يعني 12 شهر بالظبط. ولكن كل شهر يا دكتور حازم ب 30 يوم، 30 في 12 بيدينا 360 يوم. اين الخمس ايام؟ لما لهم شهر 13 عندنا في النتيجه كده في الشهور القبطيه او السنه المصريه القديمه، الشهر ال 13 اسمه النسيء، 5 ايام فقط. ده كان موجود علشان ايام ميلاد الارباب الخمسه: اوزوريس وايزيس وست ونفتيس وابن اوزوريس حورس. ومن هنا بدات التقويم الشمسي لمصر القديمه. عرف من خلاله الزراعه امتى يزرع المحاصيل الزيتونيه الصناعات المرتبطه بالزراعه بقى، ثم الانتقال للصناعات اللي نقدر نقول بقى صناعات حربيه وصناعات حياتيه وصناعات معادن. احنا شايفين يعني على الشاشه قد ايه كان صناعات الذهب والحلي والحاجات دي، يعني كان معجزه. يعني اعتقد حتى الان بالتقدم العلمي اللي بنعيش فيه بنجد يعني تفسيرات غير واضحه لكيف صنع المصري القديم هذه القطع. يعني أنا عايز أقول حاجة طريفة بخصوص صناعة الذهب. من هو القائم على صناعة الحلي والذهب والمجوهرات في مصر القديمة؟ الشورتمانز أو الأقزام. لماذا؟ لأن أناملهم دقيقة دكتور حسن. يا سلام. تقدر تتحكم في مخارج ومسام. يعني كانوا بيخلوا صنايعية الحلي والذهب اللي هم الأقزام أو يعني أطرافهم أو صوابعهم دقيقة يقدروا يشتغلوا الكلام. يشتغلوا فيها بدقة جدا، لذلك ما تجدش أبدا أي قطعة أثرية ذهبية أو معدنية فيها غلطة. ليه؟ اللي كان بيتم بعقيدة تامة، لأن الذهب كان بيدخل في عملية السحر في مصر القديمة. لأن هو كان المعدن الإلهي حسب عقيدة المصري القديم. صنع منه الأساور، صنع منه التمائم الذهبية. وجدنا مئات التمائم في أكفان توت عنخ آمون، كفن توت عنخ آمون. لماذا؟ لأن هو اعتقد ان التمائم الذهبيه ان كان نخبه النسر او الكبرى هترفع المتوفي في العالم الاخر، يعني هي دي اللي هتحمله وتحميه من الشرور في العالم الاخر وتصعد به للسماء، اي تصعد به للجنه. يعني حاجه خرافيه الابحار في حضاره المصري القديم. يعني صحيح هتقف مذهول يعني في تعجب شديد لكيف وصلوا الى هذا التقدم. لكن خلينا ناخد مثال. العالم يعني مش عارف اي تفسير لكيفيه صناعته. هو يعني قطعه فريده اللي هي قناع توت عنخ آمون. هذه القطعه اللي يعني هتبقى ان شاء الله في افتتاح المتحف المصري الكبير، يعني المجموعه كامله بقى لتوت عنخ آمون. لكن دقه صناعه هذا القناع بالعين بالتفاصيل يعني ازاي؟ اسمح لي حضرتك، ازاي او لماذا او وات؟ دايما دي سؤال بنساله احنا كاثريين علشان نقدم تفسير للعامه او للناس الغير مختصه. ليه اتصنع بالدقه دي؟ ما كان ممكن الراجل يصنعه باي، لكن ده عقيده برضه. كل شيء يرجع في المصري القديم يا دكتور حازم للعقيده. ليه؟ لان هو اعتقد لو المومياء تاكلت من عوامل التعريه، هو الراجل عايز يخلد في العالم الاخر. دي مشكلته من اول ما يتولد. فقال لك الفيس ده بالظبط يشبه القناع، يشبه المومياء 100%، علشان لو الروح ما تعرفتش على الجسد المتآكل تتعرف على الفيس او القناع على الوجه، فتتحد معاه فيقوم للعالم الاخر مره اخرى. ولكن القناع ده صنع ب 11 كيلو جرام ذهب، التابوت 110 جرام ذهب. لقينا في مقبرته طبعا 5398 قطعه اثريه معظمهم مذهبه. ده انا عايز اقول لكم بقى ان يعني الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول حاضر كده وما شاء الله عليه نابه، يعني لانه يعني بالاضافه هو طبعا عاشق. يعني هو اللي بيبقى بالطريقه دي اتاكدوا ان هو يعني مش مساله دراسه ولا، بالاضافه لان هو يعني قريبا ان شاء الله هنهنيه بماجستير في الاثار من جامعه عين شمس. وعلى طول يعني انا متوقع لحضرتك سريعا ان شاء الله تحضير للدكتوراه ومش بس الماجستير والدكتوراه. الحقيقه يعني انا بشعر بعشق
لا يعني من باحث اثري للاثار. اشكرك يا دكتور حازم. هرجع بقى معاك الملاحظه، اكيد ممكن ان شاء الله، او انا متوقع ان انا الاقي تفسير ليها. عملنا احنا مع التلفزيون الصيني، التلفزيون المصري مع التلفزيون الصيني، وكانت بدعوه من التلفزيون الصيني مجموعه افلام وثائقيه 4 حلقات كان اسمها اقنعه ووجوه، خدنا بيها جايزه في مهرجان تونس، يعني كان حاجه عظيمه جدا. بس هي الجزئيه لما تشوف الفيلم ده، طبعا الحضاره الصينيه القديمه حاجه عظيمه جدا، بس هو الفيلم كان بيحاول، فيلم وثائقي بيحاول يقول لك يعني ان هناك صله ما بين الحضارات، بس كان اسمه اقنعه ووجوه. بيجيب لك الاقنعه بتاعه الملوك المصريين والوجوه والاقنعه بتاعه قدماء الصينيين. الفرق شاسع، يعني هناك يعني النسب، الدقه، الفن، الواقعيه، يعني الأقنعة الصينية طبعا عظيمة جدا وحضارة رائعة، لكن يعني بالعين المجردة مش محتاجة نكون متخصصين ولا حاجة. ازاي الحضارات القديمة كانت بيمكن القياس عليها بمدى تقدم الصناعة والفنون، وهل نقدر ان احنا بالصناعة والفنون نقيم الحضارات القديمة ونضعها في تصنيف تبعا لدقة الصناعة دي ويعني عظمتها؟ بالظبط. يعني هرد على الجزئيه اللي حضرتك الاولانيه اللي هي السيمتريه في الصناعه الدقيقه للتماثيل او للقطع الاثار او الاثار. يعني احنا عندنا راجل اول حاجه بيخش الورشه، عندنا ورشه تل العمارنه اخناتون، عمل الراجل ده ورشه تل العمارنه، كان الراجل فيها الفنان تحتمس اللي عمل لنا البديعه راس نيفرتيتي. يا سلام. اسمه تحتمس، عملها كما هي ما كانتش بعض الناس تعتقد انها عوره، ده دلست من الالمان، قال لك طبعا كان في قانون اللي هو الاثار المدلسه غير صحيحه ناخدها، هو قال عينها، لكن دي رائعه. الورشه دي بيخش فيها الحرفيين، الراجل المعلم، الراجل الصبيان بتوعه، الصبيان بتوعه يجيبوا الحجر من البدايه يقسموه بشكل اولي، الحرفيين اللي بعد كده المرحله الثانيه حسب بقى صناعتهم ايه، درجه اتقانهم للصنعه. بالظبط. يجي الراجل بقى المعلم الكبير فينشنج يقول له لو سمحت يجي بقى يفنش. ده بالنسبه للدقه. وانا عايز اقول لو احنا دلوقتي بعض الناس جالي اسئله على المواقع عندي ان بيقول لك ليه المصري القديم كان دايما بيلبس النقبه؟ ليه بيخلي بالنسبه للرجال المنطقه دي مكشوفه ومنطقه؟ قال لك علشان الروح تتعرف بدقه على التماثيل، لو الراجل ده كتفه معوج شويه الروح تتعرف عليه كما هو. السؤال الثاني لحضرتك ان الصينيين او بعض الحضارات تقص، هي كل الحضارات الاثار اللي وصلت لنا او بنشوفها من كل الحضارات حضارات رائعه، ولا طبعا. يعني هي في تكامل في الحضاره الانسانيه، لكن لا تجد في دقه صناعه تماثيل وحلي وحاجه كانها حيه قدامك، يعني شيء حي بينبض بالحياه، على عكس الاثار العظيمه اللي وصلت لنا من الحضارات الاخرى. ده يرجع للعقيده يا دكتور حازم، لان دايما بنقول العقيده هي اساس كل شيء في الحضاره المصريه القديمه. العقيده المصريه القديمه يعتقد المصري القديم في البعث والخلود، الحساب. عندنا حضارات اوروبيه في العالم القديم، جريك رومان، يوناني، روماني، كانوا بيعتقدوا ان الالهه في العالم الاخر هتسول لهم نفسهم ويستخدموا هذه العوالم في شعوبهم لشحوم تنتفع بها الالهه في العالم الاخر، عكس الحضاره المصريه القديمه العادله. لذلك المصري القديم هو حب يعمل عمليه العدل عنده، ويكون يعني يصنع الشيء بدقه جدا. واحنا عندنا امثله فريده، امثله معدنيه، امثله حجريه، وصناعات خشبيه يعتقد من اصعب الصناعات في مصر القديمه بالنسبه للتماثيل. وعايز انوه ان مقبره رخ ميراع تي 100 او تي 100 فيها يعني وفره كثيره جدا من الصناعات. الراجل النجار اللي حاطط القلم في ودنه اللي هي تورثناها بعد ذلك. يا سلام، الحركه دي دي من القدم يعني. بالظبط. والجزار، الراجل اللي في سوق اللي بيعمل ايده كده عشان بينادي، كما هو بالظبط احفادنا توارثنا هذه الجينات من اجدادنا المصريين القدماء. طبعا صناعه النسيج دي عايزه لها حلقه لوحدها طبعا، لان يعني صناعه الورق، الصناعات العسكريه والحربيه، العجله الحربيه دي صناعات عديده طبعا. لكن يعني هذا التقدم في الصناعات كانت وراه، يعني الان دلوقتي بنقول الرؤيه المؤسسيه، الاراده السياسيه او القياده، كانت وراه اراده سياسيه، ويعني زي ما بنقول منظومه ان يبقى عندنا هذا الكم من العمال
والحرفيين والصانعين المهرة؟ يعني إجابة حضرتك ده في مدينة دير المدينة. الراجل في الأقصر طيبة زمان لقى إن العمال علشان تتحرك من بلادهم هياخدوا وقت، فعمل لهم مدينة عمالية، مدينة يباتوا بالظبط، يباتوا في المدينة ديت، يتحركوا بالظبط 100 متر ولا 200 متر، يروحوا للراجل الفينشنج، الراجل الرسام، ده كل الصناعات، في كل الصناعات والحرف. أوكي. وكمان عندنا يوميات دير المدينة، وكمان عندنا شيء إداري مهم جدا، في راجل بيصرف الصرفية الشتوية وصرفية العمال هنا في وجه بحر. بيقول للراجل في الصعيد ابعت لي الصرفية، هبعت لك العمال، ابعت العمال علشان تاخد الصرفيه. قال له طب وليه؟ ابعت انت راجل بمركب واحد عليه الصرفيه، وده هيوفر وقت ويوفر عمل. اذا كان في منظومه عمل وتخطيط واداره. ممتاز. يعني الاسئله كتير، والحضاره المصريه القديمه بصناعاتها المختلفه وما تركته لنا من ارث حضاري وثقافي واثري، يعني تحتاج سلسله برنامج كامل الحقيقه. لكن يعني هنكتفي بقى بالشويه الممتازين دول في صباحنا النهارده، وبنصبح عليك الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول. شرفتنا. اشكرك يا دكتور حازم. شكرا جزيلا. تحياتي، وانا شخصيا استمتعت جدا باللقاء. ارجو كمان يكون جمهورنا كمان استفاد واستمتع بهذا اللقاء. بشكركم لمتابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره اسره جديده من بنصبح عليك في انتظاركم. تحياتي دائما، حازم ابو السعود.